القصة اللي معنا الآن قصة خلاف بين زوجة وزوج، خلاف أدى إلى انفصال. منى أهلا وسهلا فيكي. أهلا بحضرتك. منى ربة منزل، عندها ولدين، عندها سمر وأحمد ما شاء الله بنت وصبي. كانت عايشة بألف خير وبألف نعمة هي وزوجها. هي بالبيت كانت تحس بشوية ضجر، يعني ما كانت تشوفه كتير للزوج، محرومة شوي. إلى أن ذات يوم في شاب جارون، وصار بينه وبين منى في مراسلات بالتليفون. في يوم دخل زوجها محمد إلى المنزل وسمعها بتحكي بالتليفون، غضب، يمكن أخذ التليفون منها وطلع لقى فيه رسائل على التليفون وفيها رسائل غرامية شوي. أرسلت رسالة باسمي تعذرني سلفا عن أي شيء، يا ريت تطلع بالشاشة. ايه ده؟ طب ليه يعني؟ ده اسمه كلام ده يا جدعان؟ ده اسمه كلام؟ يعني الفضايح كده تبقى على الملأ كده؟ فضايح؟ ليش فضايح؟ ليش فضايح؟ انا الانسانه ديت انا اساسا من سنه ونص وانا مفيش صله ما بيني وما بينها اساسا. بني ادمه مش غير محترمه اساسا. لا يا رجل، ام اولادك. باشا ام اولادي، بس خلاص يعني الموضوع انتهى. يعني معقولي لابنك تقول له امك مش غير محترمه؟ لا يعني انا خلاص، انا بالنسبه لي الانسانه دي لو شفتها، لو هي موجوده هنا انا ممكن ما افرتكها. لو عندك مخ والنقاب ده على حق، ها، وتقولي انا راجل بتاع ربنا، اروح الجامع الازهر. بس انت مفيش، تخافي تخشي الجامع. كفايه يا محمد. سلمت على عيالك خلاص. طيب مش هشوفيهم النهارده. كلمني شوي صدقيني.